حسيت قبل كده وانت قاعد بتقرأ كتاب مثلا وبعد ثانيتين بتلاقي نفسك بتدور على الموبايل من غير اي سبب، او وانت قاعد في الشغل ومركز جدا سرحت وشردت ونسيت كل حاجة حواليك وسبت اللي كنت بتعمله اصلا؟ دلوقتي وفي الوقت الحالي احنا ما بقيناش عايشين في عصر المعلومات، احنا بقينا عايشين في عصر التشتت العظيم. النهاردة انتباهك بقى هو السلعة الاغلى في العالم، وبقى فيه كتير جدا من المبرمجين وعلماء النفس بياخدوا ملايين عشان بس يسرقوا 5 ثواني اضافية من وقتك. الجزء الأول: تشريح التشتت. أين تذهب عقولنا؟ التشتت مش قلة وقت، بل هو تفتيت للانتباه. لما تسيب حاجة كنت بتعملها ويجيلك نوتيفيكيشن وتروح تمسك الموبايل تشوف الرسالة، عقلك بيحتاج ل 20 دقيقة عشان يرجع لنفس مستوى التركيز اللي كان عليه. في حاجة اسمها إدمان الدوبامين الرخيص. كل إشعار بيجيلك هو جرعة صغيرة من الدوبامين اللي بتخلي عقلك يرفض المهمة الصعبة والمملة اللي بتؤثر فيك وممكن تكون سبب نجاح حقيقي. فكرة اللي احنا نبقى موجودين في مكان بجسمنا بس وعقولنا مشتتة في 100 حاجة تانية افتراضية بقت منتشرة جدا وممكن تسيب أثر على المدى الطويل. التشتت الذهني مش مجرد كسل أو حالة خمول، بل هو إنذار عقلي ناتج عن خلل في دوائر الدماغ، وتحديدا في القشرة الجبهية المسؤولة عن التنظيم والتركيز واستنزاف طاقة الانتباه بسبب كثرة المؤثرات. طب ايه هي اسباب التشتت الذهني؟ البيئة الرقمية، كثرة الاشعارات والتنقل السريع بين النوافذ الالكترونية بيرهق الدماغ ويقلل مدى الانتباه. الارهاق العصبي، قلة النوم او الاضطرابات الجسدية هي اللي بتحرم الدماغ من طاقته الاساسية لمعالجة البيانات. الضغوط النفسية، القلق والاكتئاب بيستهلكوا جزء كبير من طاقة العقل في التفكير الداخلي بدل من التركيز الخارجي. نقص العناصر الغذائية، نقص الفيتامينات بصفة عامة بيضعف الوظائف الإدراكية ويسبب التعب العقلي. الجزء الثاني: الاقتصاد الخفي للتشتت. الاقتصاد الخفي للتشتت هو القيمة الاقتصادية المهدرة والتكلفة الناتجة عن فقدان التركيز وضعف الإنتاجية. بما أن انتباه الموظفين هو السلعة الأغلى والأكثر استنزافا في بيئة العمل، إذن الظاهرة دي تسبب خسائر مالية كبيرة جدا. من أهم تأثيرات التشتت على الاقتصاد التكلفة الخفية. وسائل التواصل الرقمي والتطبيقات بقت تتقاضى عملتها الأساسية من انتباه المستخدم، وهو ما يسمى باقتصاد الانتباه. التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمحتوى المختار بعناية والخدمات الرقمية المخصصة أثرت على حياتنا إيجابيا، ولكن في خسائر مدفوعة قدام المزايا الرقمية بتتمثل في تشتت أنفسنا في أي عملية بنقوم بيها. التكلفة الاقتصادية المباشرة: خسائر الشركات بتترجم الوقت المهدور بين إنجاز المهمات وفقدان التركيز إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي المصغر للشركات والمؤسسات. كمان بتؤدي محاولة إنجاز مهام متعددة في نفس الوقت أو المالتي تاسكينج إلى انخفاض معدل الكفاءة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40%. تكلفة الفرصة البديلة: الوقت اللي بيهدر يوميا في التشتت الرقمي والمهام الجانبية هو وقت يمكن تخصيصه للتفكير الإبداعي والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المهني، فهو بمثابة ضياع للابتكار. التشتت المستمر مش بيقلل من حجم العمل اللي بتنجزه، بس ده بيرفع معدل الأخطاء، وده بيستهلك وقت إضافي في عمليات المراجعة وبيقلل الجودة. الجزء الثالث: استعادة السيادة إلى العقل. استعادة السيادة العقلية هو مصطلح معناه تحرير وعيك من المشتتات، زي انك تأجل استخدام الموبايل الصبح، وانك تقسم المهام بتاعتك الكبيرة لأجزاء صغيرة، وممارسة التأمل الواعي لإعادة التركيز، وانك تفكر في هوايات ليك لإعادة الانتباه. عندنا 5 خطوات عملية لإعادة التركيز. رقم 1: قاعدة تقسيم الوقت. استخدم تقنية العمل لفترة 25 دقيقة مثلا وبعدها خد فترة استراحة صغيرة. رقم 2: التفريغ الذهني. اكتب اللي بيدور في ذهنك في قائمة لتخفيف العبء في الذاكرة النشطة عن عقلك. رقم 3: الصيام الرقمي. خصص وقت محدد تشوف فيه الموبايل بتاعك أو البريد الإلكتروني، واقفل الإشعارات تماما وانت بتؤدي مهامك. رقم 4: العناية بالصحة. احرص على النوم العميق ومارس التمارين الرياضية اللي بتزيد من تدفق الدم للدماغ. رقم 5: التأمل واليقظة الذهنية. درب عقلك على التواجد في اللحظة الحالية، ده بيقلل سرحان الذهن المتكرر. الجزء الرابع: العودة للذات. انك ترجع تاني لنفسك وتصنع الحياة اللي بتشبعك فعلا هو اعظم عودة ممكن تحققها. في علم النفس استعادة الذات بعد الانطفاء مش مجرد شفاء، هو انتصار هادي لأي حاجة ضيعت وقتك قبل كده. وفي النهاية التشتت هو الضريبة اللي بتدفعها عشان تعيش في العصر ده، لكن الوعي هو طوق النجاة. ابدأ النهاردة باستخدام انتباهك، لأن حياتك ما هي إلا الحاجات اللي بتعيشها وبتركز عليها. سلام.